النهارده شفنا لعب بجد روح قوي من الزمالك. عارف اللي هو انت كنت فين؟ عارف اللي هو هم بقالهم كتير قوي في الطريق لكن اخيرا وصلوا. اداء رائع جدا، 5 اهداف بالكمال زي ما بتتقال بالكمال يعني. رائعين جدا. هدف لمصطفى شلبي كان من صناعة اللاعب احمد سيد زيزو. هدف لاحمد سيد زيزو كان من صناعة مصطفى شلبي ورا بعض الجونين. لكن الفكرة في ايه بقى؟ ان زيزو ضيع ضربة جزاء وكورتين ما يضيعوش، ومصطفى شلبي نفس الفكرة، ضيع كورتين ما يضيعوش. فالكورة ما كانتش ماشية معاهم قوي يعني. هتقولي يا حبيبي انتوا كسبتوا 5، لكن عارف الكورة الضايعة دي كان زمان الزمالك كسبان 6 ولا 8 كمان. بعد كده عندك بقى هدف لأوباما من كعب يدرس من شيكابالا. لا لا لا، حرفيا يعني. وأوباما ولم الحارس هاني سليمان. لا لا لا، ده فن، دي هندسة بجد، حاجة أكثر من رائعة. جون ممكن يبقى ياخد أحسن جول في الأسبوع الرابع. بعد كده بقى سيبك بقى من الجولين دول، عندك حكاية في الشوط التاني. الجزيري بيسدد هدف بعد كرة من شيكابالا بتخبط في العارضة، ولكن العارضة ماضية مع السماحة ان هي تصد كور النهارده. كرة رائعة جدا بترجع وجزيري بيعملها بصدره. هدف اكثر من رائع. انا بالنسبه لي شيكا اللي سجله. تقول لي يا حبيبي اعمل حساب للجزيري، ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالكوره الروعه اللي يعني كانت داخله الشباك متغلفه. بعد كده بقى نروح لاخر جون اللي ربنا كافئ بيه شيكابالا بعد كل تعب 90 دقيقه. جون اكثر من رائع. عارف اللي هو دي ماركة شيكابالا، لكن هو المره دي غير الماركة شويه. هو بدل ما قطم وشاط، هو شاط من بره من جوه. لا لا، هو كان مش مقطمش، هي الكوره جات له فشاط. فعامة شيكا هو واحد بس مش هيتغير. اجوان رائعة، صناعتين زيزو شيكابالا ومصطفى شلبي كانوا ثلاثي هجومي في الشوط الاول يدرس. تشكيل الزمالك في الماتش ده يدرس للانديه الصغيره. بعد كده بقى تروح لهدف سموحه الوحيد فدي فريد سجله، هدف حلو جدا. كابتن احمد سامي ما قدرش يتعامل مع المباراه بشكل كامل، مش بالشكل الاحسن شكل يعني. لكن هارد لك نادي سموحه. نادي الزمالك بجد الله الله الله، انت قاعد بتتفرج على مهارات ما شفتهاش بقالك كتير. سيبك بقى من الاجوان هنا او هنا، مهارات. عارف اللي هو احنا بنلعب في مصر بجد. نادي الزمالك النهارده كان كابتن حسين لبيب كان قاعد في المقصوره، اكيد كان فرحان. كابتن حسين لبيب وشه حلو قوي على نادي الزمالك. يا ريت نكمل واللعيبه ترسى وتبقى هاديه كده وهاديه في الملعب، كانهم كانوا بيلعبوا تمرينه. كان فيه هدوء ورسوخ في الملعب حلو. فنتمنى ان ده يفضل موجود وان الزمالك يتوفق في بقيه الماتشات. ونادي سموحه طبعا يعني يفوق من الغفله اللي حصل وقع فيها الماتش ده. بس كده، قابلكم في فيديو.